البنت هذه تقول حبوبها اختفت لان تغسل بماي شرب. انا اسف والله، انا ماليش في اللهجات، بس يعني انا اجتهدت ان انا اقراها. تعالوا نشوف وبعدين نعلم. ايوه، ما احنا ما شفناش حاجه كده، يعني ما شفناش ايه بشرتها قبل ما تغسل بميه معدنيه ولا بعد، وفي الاخر عملت لك كده وقالت لك تمام ماشي ما شاء الله، يعني الله يبارك لك في بشرتك. ايه العلاقه ما بين الغسيل بميه معدنيه وان بشرتك حلوه؟ خلاص اكيد انت واخده بالك منها برضو بطرق ثانيه. وبعدين ليه وهي بتغسل الست مركزه قوي على حته معينه، يعني عجبها وعينيها، احنا مش شايفينها اصلا طول الفيديو، وبعدين ظهرت لنا كده فجاه خضتنا في الاخر. لا الكلام ده مش صحيح يا جماعه. هل ان انا اغسل وشي بميه معدنيه هيعالج الحبوب؟ لا. طب هل ان انا اغسل وشي بميه معدنيه احسن من ان انا اغسل وشي بميه عاديه؟ لان هي طبيعي هيكون فيها تلوث اقل. طب هل بقى معنى كده ان انا اروح اشتري ميه معدنيه واغسل بيها وشي؟ طب ما نركب فلتر، ممكن نغسل بميه الفلتر. وعلى فكره يعني 90% من الاماكن بتكون ميه الحنفيه فيها ما فيهاش تلوث كافي ان هو يعمل مشاكل في البشره، الا الناس اللي عندهم بقى الميه مالحه او ما فيش محطات تنقيه للميه كويسه، فممكن يبقى فيها بكتيريا وحاجات زي كده. انما اغلبيه الناس تغسل من ميه الحنفيه ما فيش اي مشكله. وفي العموم احنا بنحارب اصلا عشان نقنع الناس ان هي تركب فلتر او تشرب ميه معدنيه بدل ما تشرب من ميه الحنفيه. فانت بتحاولي كمان تقنعيهم ان هم يغسلوا وشهم بميه معدنيه. الناس على قد حالها يعني بيحاولوا يعني ايه يمشوا الليله، فمش هنقول لهم هاتوا ميه معدنيه لغسيل الوش وللشرب كمان. تعالى يلا نشوف الهجايز.